ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنصور حاجه جديده. هنصور في مكان كان ليه تاثير كبير على انه يغير في حياه ناس كتير، ان هم يغيروا فكرتهم عن الدايت والرياضه والاكل الصحي، وازاي يوصلوا للشكل اللي هم بيحلموا بيه وفي وقت قصير. المكان ده هو بلاتينيوم جيم. وهنا اول ما بتدخل على الريسبشن بيبقى فيه كباتن موجوده. في فتره السيدات بتبقى كباتن بنات، وفي فتره الرجاله بيبقى الكباتن رجاله، وبتملى استماره وبيسجلوا اذا كنت عملت عمليات جراحيه قبل كده، او اذا كان عندك اي امراض ضغط او سكر او قلب او اي حاجه لا قدر الله، تفاديا للاصابات وعشان يعرفوا يتعاملوا مع حالتك. كمان بتستلم مفتاح منهم، وبيبقى لك مكان في اللوكرات جوه عشان تشيل فيه متعلقاتك الشخصيه، وتبقى مش قلقان على حاجه وتبقى حاجتك في امان. تعالوا بقى نخش بقى على أجهزة الجيم. ده الجزء اللي خاص بالكارديو، المشايات وجهاز الكريزي والعجل وأجهزة البطن. ده المكان المخصص بالأوزان والدمبلز، ده كل الأوزان. وهنا أجهزة الظهر، ده البنش والليج بريس. تقريبا كل الأجهزة اللي هتحتاجوها هتلاقوها موجودة في المكان. ده جهاز السكوات، وهنا برضو في مكان للأوزان تاني. وده المكان اللي بيتعمل فيه الكلاسز، والحقيقه الكلاسز هنا كتيره جدا. يعني انا قلت اقراها لكم لان ما عرفتش احفظهم من كترهم. في هنا عندنا كلاس ستيبس، وده بيبقى عباره عن مجموعه من التمارين اللي بتعلي الهارت ريت وبتعمل تقويه لعضلات الجسم كله وخاصه الرجلين. وفي عندنا ايروبكس، كروس فيت، كور كلاس، ميكس كلاس، ستريتشنج. ده بيتعمل لعضلات الجسم كله عشان نتفادى منه الاصابات، وكمان العضله ترجع تستعيد نشاطها. عندنا بادي بامب، زومبا، بايب كلاس، يوجا كلاس، هوت شيبنج، كافيتيشن بايب. وعندنا التايبو عباره عن مجموعه من الالعاب القتاليه اللي هي التايكوندو والبوكسينج والكونغ فو. ده بيبقى لتقويه عضلات الجسم كله وخاصه الايدين والرجلين. وفي فلور اكتيفيتي، وفي البيلي دانس والهيت والكروس تريننج. وده الجزء الخاص بغرفه تغيير الملابس اهي. وهنا بقى المكان المخصص للجاكوزي، احلى مكان تيجوا وتستمتعوا وتريحوا اعصابكم فيه. وكمان عندنا غرفة للساونا، وعندنا كمان البخار. ومعنا احد الناس اللي الجيم كان ليها تأثير كبير عليها. تعالوا نتعرف عليه. نصر ناجح جويد من سوهاج. بشتغل في مدرسة ابتدائي، مشرف نشاط في مدرسة العمل في سوهاج هنا. عند حضرتك كام سنة؟ كملت 57 في 1/9. طيب قول لنا انت ازاي فكرت انك تنزل الجيم اصلا؟ هو أساسا كان عندي خشونة في الركبة الشمال وفقرتين في الظهر، فمعايا ابن أخويا كان بينزل الجيم هنا، فجابني هنا. كنت ماشي بعكاز وكانت رجلي الشمال دي ورمة من التهابات الخشونة. الكابتن بيتر درسها عملي ونظري، ودرسها خارج مصر سواء عملي ونظري، فهنا طبعا استفدت منه. جيت له كان بيراعيني يوم بيوم والتمرين يوم بيوم، والحمد لله مستمر معايا لي 3 سنين. وكان في التهابات في مفصل الركبه، الحمد لله بدأ ده كله يروح. وكنت ماشي بعكاز فعلا بامانه، الحمد لله استغنيت عن العكاز، ووصلت نسبه شفاء معايا في خشونه الركبه لاكثر من 75%. وكان معايا فقرتين في الظهر خشونه وغضروف في الظهر، الحمد لله نسبة شفاء بسبب الجيم هنا و95%. واشكر ربنا دلوقتي استغنيت تماما عن العكاز، والحمد لله ما فيش ورم حوالين مفصل الركبه ولا حاجه. وده اللي فعلا حصل على ارض الواقع، لدرجه ان لما حد على السوشيال ميديا ولا في المواقع بينزل دواء جديد وخصوصا خشونه الركبه او برشام او حتى فوار، انا بعلق اقول خشونه الركبه ملهاش حل واحد غير جيم رياضه. نقول ان الجيم فرق معاك احسن من العلاج والدكاترة كمان. فرق معايا طبعا في الركبه اكتر من 75%، في الظهر نسبه شفاء بامانه ربنا 90 95%. واشكر ربنا الحمد لله نعم وفضل. طب انت كده مكمل في الجيم يعني اه مش هتبطل خالص؟ لا، ده انا ليا 3 سنين في يعني نص. هتعتبره ان هو كده لايف ستايل وهتكمل حياتك في الجيم؟ هكمل حياتي في الجيم حتى بكره وبعد المعاش. طبعا هنا الجيم بشيء اساسي، ويوميا باجي. ولو تعبت امانه، لو تعبت ولا خدت دور نزله
ولا تعبت يومين ثلاثه في البيت. اكتر حاجه بزعل عليها هنا الجيم اكتر من الشغل. احنا والحمد لله. مبسوطين جدا بشفائك ومبسوطين خالص بتجربتك دي، واي حد عنده اي تعب او خشونه او خشونه في ركبته، اللي هيفرق معاه فعلا هو جيم نظام. بلاتينيوم اه الكابتن بيتر بالذات علشان دراسته عملي ونظري، واللي بيجي هنا بيراعيه بامانه ربنا. يوميا بيراعيه، وفي كل تمرين بيراعيه، وفي العضله وفي الاكل وفي الشرب. ربنا يبارك له صراحه. يعني هو كان كاتب لك على نظام اكل كمان معين؟ كمان ده انا خسيت بتاع 25 كيلو كمان. ياه. بس الحمد لله نسبه شفاء في خشونه الركبه والظهر. الحمد لله اشكر ربنا. مبسوطين جدا بيك وبتجربتك. ومعانا دلوقتي بطل من ابطال جيم بلاتينيوم، تعالى نتعرف عليه. اسمك ايه؟ مانويل مايكل. عندك كام سنه يا مان؟ 14. طيب بتنزل الجيم هنا من امتى؟ ليا 3 شهور في جيم بلاتينيوم. طب قول لي الجيم فرق معاك في ايه؟ فرق في عضلات الجسم وتركيزي بقى احسن. أنا قبل ما اجي كنت نحيف جدا، دلوقتي الحمد لله تركيزي في المذاكره بقى اكتر. ايوه. ويعني طيب شكل جسمك اتغير ازاي؟ اتغير مثلا في البنش، في الدراع، في الجسم نفسه، في الحاجات دي. إيه طيب انت كنت ماشي على نظام اكل معين كان كابتن بيتر كاتبه لك، ولا كنت بتاكل اي حاجه؟ لا، كابتن بيتر كان كاتب لي على نظام غذائي، انا كنت واخد النظام ده. إيه طب انت شايف ان الجيم هيبقى لايف ستايل بتاعك ولا ايه؟ ايوه طبعا. يعني هتفضل مكمل في الجيم على طول؟ ان شاء الله في جيم بلاتينيوم. ان شاء الله. ماشي يا مانويل، شكرا جدا. وبكده يبقى عرضنا لكم جزء صغير من امكانيات المكان، ما عرفتش اعرضها كلها علشان وقت الفيديو كان هيبقى طويل. وكمان يا جماعه من انجازات المكان هنا، انا شفت بنفسي حالات حيه لناس شكلها واوزانها اتغيرت تماما وعملت شيبنج في وقت قليل. هنزل لكم الصور كمان قبل وبعد. ولينا لقاء اخر في بلاتينيوم جيم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. باي باي باي.